بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلاب الصف الثاني الابتدائي، مرحبا بكم ومع مراجعة شهر نوفمبر. والآن هيا بنا إلى المراجعة. نبدأ النهارده مراجعتنا بأول سؤال. السؤال الأول بيقول زهرة في البستان، وهنا بيطلب اسم إشارة. طيب يا ترى هستخدم اسم الإشارة ذلك ولا تلك؟ طبعا زهرة دي مذكر ولا مؤنث؟ هتقول لي مؤنث. عرفت ازاي؟ عرفت من التاء المربوطة. يبقى هقول ذلك زهرة ولا تلك زهرة؟ هقول لك تلك دي دايما تأتي مع المؤنث، اسم الإشارة للمفرد المؤنث للبعيد. سؤالنا التالي بيقول نقط كلب يجري في الحديقة. يلا هنا هستخدم اسم إشارة للبعيد. هستخدم ذلك ولا تلك؟ هنشوف كلمة كلب. كلب دي مذكر ولا مؤنث؟ هتقول لي طب أنا مش عارف. كنا قلنا قبل كده يا أبطال نجرب هذا وهذه. هقول هذا كلب ولا أقول هذه كلب؟ هتقول لي هقول هذا كلب. أحسنت. يبقى إذا هختار، طب ما هي مذكر، أختار معاها ذلك، فأقول ذلك كلب يجري في الحديقة. سؤالنا التالي يا أبطال بيقول بسم الله نقط سفينة تسير في النيل. طبعا سفينة دي مذكر ولا مؤنث؟ هنستخدم برضو هذا وهذه. بنقول هذا سفينة ولا هذه سفينة؟ هنقول هذه سفينة. طبعا خلي بالنا ان من العلامة اللي بتساعدني انا عندي هنا التاء المربوطة. طيب طالما عندي التاء المربوطة واختار اسم الإشارة للبعيد، هختار ذلك ولا تلك؟ هقول طبعا تلك سفينة تسير في النيل. سؤالنا التالي بيقول نقط لاعب يحرز هدفا. يا ترى برضه اقول ذلك ولا هذه؟ خلاص احنا عرفنا دلوقتي ذلك ولا تلك. هنقول هذا لاعب ده مذكر، يبقى نقول ذلك لاعب يحرز هدفا. التالي بيقول نقط حارس يحرس المصنع. برضه هنقول هذا حارس، ما ينفعش نقول هذه حارس، يبقى ده مذكر للبعيد، نقول ذلك حارس يحرس المصنع. سؤالنا التالي بيقول نجمة في السماء. نجمة في السماء، هنقول ذلك نجمة ولا تلك نجمة؟ هنقول هذه مذكر ولا مؤنث؟ هذا نجمة ولا هذه نجمة؟ هنقول هذه نجمة وعندي تاء مربوطة، يبقى نقول يا أبطال تلك نجمة، تلك نجمة في السماء، تلك نجمة في السماء. سؤالنا التالي يا أبطال طالب بقى طلب جديد، بيقول إيه؟ صوب ما تحته خط. خلي بالك سؤال صوب ده معناها معلومتين. المعلومة الأولى إن بيقول لك أنت في خطأ في الجملة. المعلومة الثانية سعادتك مطلوب منك إنك تصلح الغلطة دي. بعض الأسئلة بتيجي بيبقى جايب لك الجملة بدون تمييز وأنت بتدور في كل الكلمات على الخطأ وتصلحه. هنا مسهل عليك الموضوع ومختار لك الخطأ وبيقول لك يلا صلح الخطأ. فهو كده يعتبر ساعدك كتير جدا. طب يلا بينا يا أبطال نبدأ. بيقول أول سؤال تلك لاعب بارع. طبعا هي مش مناسبة خالص، احنا اتفقنا أن لاعب مذكر، فالمذكر بعيد هنقول ذلك لاعب بارع. الثانية ذلك عصفورة يطير في السماء. المفروض طبعا تطير، إن في خطأ أو في تصحيف، يبقى ذلك عصفورة، طبعا ده خطأ. الصح إيه؟ هنقول تلك لأن هذه مؤنثة. البعيد تلك عصفورة تطير في السماء. الجملة الثالثة تلك طبيب بارع. طبعا هذا طبيب مذكرة، فللبعيد هنقول ذلك، فنقول ذلك طبيب بارع. السؤال التالي وما زلنا في نفس السؤال، عندنا ذلك عاملة مخلصة. طبعا عاملة دي مؤنثة والدليل تاء المربوطة، فهنقول تلك عاملة مخلصة. الجملة التالية ذلك مسطرة ملونة. مسطرة دي فيها تاء مربوطة، هذه مسطرة. يبقى البعيد هنقول تلك مسطرة ملونة. تلك مسطرة ملونة. جه في الجملة الثالثة بيقول إيه؟ تلك طائر. جميل. طائر ولا طائرة؟ الطائر. إيه ده؟ ده مذكر.
هذا طائر. يبقى إذا ما ينفعش أقول تلك، هقول أحسنتم، هقول ذلك. أحسنتم يا أبطال الصف الثاني. الآن ومع السؤال التالي. السؤال بيقول أكمل بالظرف المناسب. طبعا أبطال عندنا ظرف نوعين، في ظرف زمان وفي ظرف مكان. ظرف الزمان اللي هو لو غير موجود في القطعة أسأل عنه بأين، بمتى، لأن ده زمان، وقت، متى. أما ظرف المكان أسأل عنه بأين، اللي بيبين لي مكان وقوع الفعل. تعالوا نشوف. يقول لي الكوب نقط الطاولة. طيب عايز ظرف. طب أنا عندي كوباية، عندي طاولة، هحطها فين؟ أكيد فوق. فهنقول هنا الكوب فوق الطاولة. طيب 2 تشرق الشمس. تشرق الشمس، أنا عايز ظرف. شروق الشمس بيكون مكان ولا زمان؟ بيكون زمان. يبقى تشرق الشمس إيه؟ صباحا. ممتازين يا أبطال. الجملة الثالثة بتقول نعود من المدرسة. طبعا نعود من المدرسة إمتى؟ جميعنا أو معظمنا يعود من المدرسة، طبعا ده وقت، ظهرا. فبسألك أقول لك متى تعود من المدرسة أو متى تعود من المدرسة؟ نعود من المدرسة ظهرا. نعود من المدرسة ظهرا. وما زلنا في نفس السؤال. القطة نقط الكرسي. طبعا القطة دائما إما تكون فوق الكرسي أو تلعب أو تجلس تحت الكرسي. هنختار تحت، فالقطة تحت الكرسي. لما أسألك أقول لك أين القطة؟ هتقول لي تحت، يبقى ده ظرف مكان. طيب هنا ذهبنا إلى النادي. إحنا طبعا بنروح للنادي إمتى؟ ذهبنا إلى النادي. ممكن تختار ظرف مناسب. هنقول ذهبنا إلى النادي عصرا. بعد ما انتهينا من المدرسة ذهبنا إلى النادي عصرا. يقف البلبل نقط غصن الشجرة. طبعا البلبل بيقف إيه؟ ما تحدش بقى ذكي يقول لي على. في أبطال الحلوين قال لي كاتب لي على غصن الشجرة، لأن على دي حرف جر. أحسنتم. وحرف الجر ده غير مطلوب هنا بيقول لك عايز ظرف. يبقى إذا هقول فوق. أحسنتم. الفوق ممتاز. هنقول فوق. يقف البلبل فوق غصن الشجرة. وما زلنا في نفس السؤال. كانت الكرة كانت الكرة إيه؟ هنقول إيه؟ ده مكان ولا زمان؟ مكان. داخل المرمى. لما كرة تدخل المرمى ونريد أن نعرف هل احتسبت هدف أم لا، نجد أنها إيه؟ كانت الكرة داخل المرمى. ظرف مكان. طيب هنا تشتد الحرارة إيه؟ تشتد الحرارة ظهرا، وقت الظهر. يبقى ده برضو هيكون ظرف زمان. وكده يكون انتهينا من سؤالنا ده. سؤالنا التالي بيقول حدد نوع اللام سواء كانت شمسية أم قمرية في الجمل الآتية أو في الكلمات. الكلمة الأولى الصدق. طبعا احنا اتفقنا على علامتين مهمين جدا في اللام الشمسية والقمرية. فافتكروا معايا. اللام الشمسية برافو عليكم. هنجد أننا لا ننطق اللام. طب عايز علامة مؤكدة أكتر، هتجد الحرف التالي بعد الألف واللام عليه شدة. طب ما لقيتش الشدة يبقى دي قمرية. طب نطقت اللام بمنتهى الوضوح والسهولة واليسر، لام قمرية. تعالوا نشوف الصدق. ده في شدة اهي، يبقى دي ايه؟ دي لام شمسية. لام شمسية. السيدات، الشدة وصلت برضو واللام اختفت، يبقى دي برضو شمسية. طب لما اقول لك المدرسة، بص بمنتهى السهولة من غير بقى ما اعوج بقي واضغط على فمي، لا، المدرسة مفيش شدة خالص واللام طلعت بكل يسر، يبقى دي ايه؟ قمرية. واحد يقول لي طب يا مستر انا ساعات بنطق غلط او انا عندي مشكلة في النطق فمش عارف اقول الكلمة قمرية او شمسية. قلنا وقتها خلي بالنا في بقى عندنا حروف احنا حفظناها مع بعض وحطيناها في جملة مشهورة جدا عند كتير من الطلبة، وهي ايه؟ طبعا الحروف دي تخص اللام القمرية اللي هي جحا، قبي، فك، مخه، وقع. هذه الجملة تم تجميعها من الحروف التي تأتي مع اللام القمرية. فأنت لو قلتها هتلاقي مخه الميم، هذه لام إيه؟
لام قمرية. الحميدة لام قمرية. الحميدة. جحا حاء. ايوه خليكم صحصحين معايا، ممتازين يا ابطال. يبقى دي لام قمرية. ركزوا معايا يا ابطال، عشان ايه ممكن اضحك عليكم، ركزوا. يبقى الحميدة لام قمرية. طيب القطار برضو منتهى السهولة طالعة بدون شدة، يبقى دي برضو قمرية لام قمرية. اللغة بعض الطلاب بيجوا عند الكلمة دي ويقفوا يقول لك الله، طب اللام هي موجودة، طب دي لام تانية، طب ده في شدة. اقول لك انت مش متأكد، تعالى بينا للجملة. جحا غبي فك مخه وقع، فيها لام؟ ما فيهاش، يبقى هذه لام شمسية. هذه لام شمسية. صحصحوا معايا يا ابطال. يبقى كده هنكون فهمنا هذه النقطة. الأفكار الأفكار طبعا دي لام قمرية عشان نطقت اللام بكل سهولة ولا يوجد شدة. التعاون لا دي شمسية واضحة جدا، دي لام شمسية. وبكده نكون انتهينا من هذا السؤال. سؤالنا التالي بيقول، ما زلنا في نفس السؤال، ده في نفس السؤال برضه اهو، جميل معانا برضه نفس السؤال. عندنا كلمة المشاعر. المشاعر دي قمرية. قمرية اللام نطقت بسهولة ولا يوجد شدة. طيب أقول لك السلام، السلام اللام لم تنطق ويوجد شدة، يبقى هذه شمسية. سؤالنا التالي بيقول بقى، ركز معايا، بيقول ايه السؤال؟ أكمل البطاقة التعريفية التالية. طبعا احنا كنا خدنا في التعبير الكتابي كيف نتعامل مع البطاقة التعريفية. عندي هنا بعض المعلومات: 9 سنوات، التلوين، كرة اليد، تاجي، والإسماعيلية. بدأ عايزين نعرف يا أبطال هنقول إيه؟ طبعا أنا هنقول، هو طبعا مش جايب الاسم، فإحنا هنقول أي اسم، هنقول أحمد مثلا. يبقى أنا أحمد، شو ما جابش اسم حد. عمري عمري هنا 9 سنوات، يبقى 9 سنوات. أحبه، هتقول أحب إيه؟ أحب التلوين وكرة اليد. أسكن في مدينة الإسماعيلية. عفوا يا أبطال، في خطأ هنا، معلش، في هنا تصحيف. النقطتين دول أنا بخطأ قرأتهم حاجة تانية. هنا اسم كلمة ناجي، اسم إيه؟ ناجي. فهذا البطل اللي في الإسماعيلية اسمه ناجي، اسمه ناجي. فناجي ده يا أبطال هنكتب اسمه هنا، هنكتب اسمه هنا. يبقى أنا ناجي، عمري 9 سنوات، أحب التلوين وكرة اليد، أسكن في مدينة الإسماعيلية. أسكن في مدينة الإسماعيلية. طيب سؤال تاني بيقول أكمل البطاقة التعريفية التالية. عندي 10 سنوات، عندي التطريز ده هواية من هوايات البنات، السباحة، جنى ده اسم البنت، والأقصر. طب يلا بينا يا أبطال، هنبدأ. أنا جنى، أنا جنى، عمري 10 سنوات. عمري 10 سنوات. أحب التطريز والسباحة. أسكن في مدينة الأقصر. طبعا زي ما اتعودنا هنا هنجد إن احنا بنقول الاسم، بنقول السن، بنقول الهوايات اللي يجدها هذا الذي يقدم بطاقته، ثم بعد ذلك مكاني أين يسكن. نبدأ الآن التقييم الأول. اكتب بطاقة تعريفية لصديقتنا نوران. حلو، ده قال اسمها اهي. يبقى أول حاجة أنا نوران، أنا نوران. عمري كام؟ عمري 7 سنوات. أسكن في مدينة السويس. أسكن في مدينة السويس.
أحب القراءة والرسم. أحب القراءة والرسم. طيب سؤالنا التالي بيقول اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب. عندنا فقرة تقريبا دي فقرة متحررة، يعني فقرة جديدة علينا، هنقرأها ونحل عليها. الفقرة بتقول شرب الماء عادة صحية تجعلك نشيطا وقويا، فعندما تشرب الماء بانتظام يقوم جسمك بالأنشطة البدنية بشكل أفضل، فتستطيع اللعب والدراسة بكل نشاط دون تعب. طيب جمع عادة ايه يا ابطال؟ عادات ولا عيادات ولا عبادات؟ جمع عادة عادات. جمع عادة ايه؟ عادات. مضاد نشاط هدوء ولا كسل ولا بطء؟ طبعا نشاط عكسها كسل، عكسها او مضادها كسل. سؤالنا التالي يا أبطال بيقول الإنسان الذي يشرب الماء بانتظام أو بانتظام يتعب كثيرا. طبعا الإجابة إيه؟ طبعا الإجابة إيه؟ خاطئة، بل على العكس، من يشرب الماء بانتظام يستطيع اللعب والدراسة بكل نشاط دون تعب. طيب اسمع دي، شرب الماء بانتظام يجعل الجسم نشيطا وقويا. طبعا دي إجابة إيه؟ إجابة صحيحة. الإجابة دي إيه؟ صحيحة. دي نفس الكلام اللي جاء في القطعة. ما فائدة شرب الماء بانتظام؟ تعالوا نجيب الإجابة من القطعة. فائدة شرب الماء بانتظام هنقول نستطيع اللعب والدراسة بكل نشاط دون تعب. طبعا في ابطال بيعملوا ايه؟ بيروحوا جايبين القلم كده ودايرين على السؤال فين اهو، نستطيع اللعب والدراسه بكل نشاط، وراح كاتب لي رقم السؤال جنبها ويقول لي الاجابه ايه. طبعا هذا لا يصح. يجب عليك ان تكتب الاجابه بيديك من القطعه. يعني انت كمان مكسل تكتبها، اكتبها يا بطل. تمام؟ طيب سؤالنا التالي بيقول ده جايب قطعه من النص. يقوم في البكور للورد والزهور، ينظف الأسنان، يرتب المكان، طعامه صحي وجسمه قوي. هات من الأبيات معنى مفيد للصحة. طبعا مفيد للصحة هنا هنقول صحي. مفيد للصحة أي صحي. مضاد ضعيف عندنا كلمة قوي. طبعا هو هنا بنجيب الإجابة من القطعة، خدت بالك؟ لأنه قال إيه؟ هات من الأبيات، يبقى مضاد ضعيف قوي. الشريحة اللي جاية بتقول إيه؟ الشخص الذي يستيقظ مبكرا يصبح مريضا أم كسولا أم سعيدا؟ أكيد طبعا يقوم في البكور وهو إيه؟ وهو مسرور. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ هنا سعيدا. يستيقظ مبكرا يصبح سعيدا. صل كل كلمتين تنتهيان بنفس الصوت. نفس الصوت يعني نفس الحرف. طبعا انتوا ابطال، انتوا فيها دي. البكور قوي ولا السرور؟ السرور. صحي قوي، برافو عليكم. طبعا دي سهله عشان انتم ابطال. اللي بعده، ضع خطا تحت المطلوب بين القوسين. تعالوا نشوف بيقول ايه اول جمله. اذهب الى مدرستي صباحا، وكاتب ظرف زمان. ادور على فرق ظرف الزمان هنا، هذه كلمه صباحا. اروح انا اعمل ايه؟ اعمل خط تحتها. تعجبني تلك النحله، اسم اشاره للبعيد. عندي تلك. احسنتم. طيب سؤالنا اللي جاي بيقول ايه؟ ركز معايا. منزلي امام مكتبه الحي. فين هنا الظرف؟ كلمه امام. السؤال اللي بعده، في الوجه عينان وأنف وفم. أنا عايز مثنى. فين المثنى هنا؟ أهو عينان. أحسنتم. الموضوع عايز بس تقرأ كويس، لأن معظمكم لا يقرأ جيدا. إذا قرأت جيدا استطعت الإجابة بصورة جيدة. سؤالنا التالي بيقول اكتب الكلمات
ثم اختر الإجابة الصحيحة. يلا بينا. النادي هنكتبها مع بعض، هنيجي نقراها هنقول النادي. شدة اهي، النادي. تبقى دي ايه؟ طبعا لام شمسية. طب الثانية الخضروات، الخضروات. الخضروات دي لام قمرية. طب الليل، الليل متنساش اللام خاضعة، هتلاقي اللام افتكر انها ايه؟ شمسية، عندي شدة اهي. الليل يبقى دي لام شمسية. الآن حان وقت التحليل لمقاطع صوتية، وقبل ما نحلل نفكر بعض. احنا بنحلل زي أبطال، احنا بنجيب أي حرف عليه حركة يبقى لوحده، فتحة ضمة كسرة. طب حرف عليه سكون أو وقف بقى، الحرف عليه سكون ده حرف ساكن، والساكن حرف ضعيف، فبالتالي بنحطه مع الحرف اللي قبله. طب والمد؟ أقول لك المد دايما بيجي مع الممدود اللي قبليه، يبقى برضو أحطه مع الممدود، يبقى عندي الساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود اللي هو قبله. كده خلاص. فاضل حاجة واحدة، الشدة. لقيت الشدة، هتقول لك الشدة عبارة عن حرفين، الأول منهم بيكون ساكن، بنخليه زي ما عرفنا مع اللي قبله. يلا بينا مع بعض نطبق. الكلمة الأولى بتقول نصائح، أديناه. صا مد ممدود، إي حو، حتى بيبان في النطق. جماعة التحليل الصوتي هي طريقة نطق الكلمات صوتية. هنقول ايه؟ نا صا اي حو. حاجة يقول لك نصائح كده بسرعة، لا، نا صا اي حو. طيب ادي كده ان سا نو الانسان. طب هنا طا بي بو، طا بي بو. الشريحة التالية ونصل إلى التقييم الثاني. بدأت بالتعبير الكتابي زي ما احنا متعودين. بيقول ايه؟ اكتب بطاقة تعريفية لصديقتنا نوران. يلا بينا أبطال. طبعا هنا مختلفة شوية عن اللي فاتت. بيقول أنا نقط عمري، أنا أمنية عمري 7 سنوات، أسكن في مدينة الإسكندرية، وأحب السباحة والجري. يبقى أنا هنا كل ما علي أن أنا طلعت المعلومات اللي من الجدول ثم فرغتها في هذه البطاقة. الآن حان وقت الفقرة. تعالوا نقرأ مع بعض. بيقول سالم لا يغسل أسنانه، وفي أحد الأيام شعر بألم في فمه، فأخذه والده إلى الطبيب. قص له الطبيب قصة عن طفل ذكي يغسل أسنانه يوميا، ومنذ ذلك اليوم أصبح سالم يغسل أسنانه كل صباح ومساء. يبقى هو لما قص له الطبيب قصة عن طفل ذكي يغسل أسنانه كل يوم، أصبح سالم لأنه يريد أن يصبح ذكيا مثل هذا البطل، فأصبح هو أيضا يغسل أسنانه كل صباح ومساء. الآن معنى قص، هل معنى قص هنا بمعنى سمع ولا حكى ولا تكلم؟ تعالوا نشوف. قص الطبيب له يعني سمع الطبيب له، ولا حكى الطبيب له، ولا تكلم الطبيب له؟ طبعا بين انها حكى الطبيب له حكايه البطل الذكي الذي يغسل اسنانه. مضاد مساء، ظلام، ليل، صباح. طبعا مضاد مساء معروفه، صباح. الشريحه التاليه. اخذ الوالد ابنه سالما الى الطبيب لانه يشعر بالم في بطنه. طبعا خطأ، كان الألم في فمه، فهذه ستكون إجابة خاطئة. الشريحة التالية بتقول سالم لا يغسل أسنانه، نفس القطعة. قص الطبيب قصة عن طفل ذكي يغسل أسنانه كل يوم. كان ده صح ولا غلط؟ دي إجابة صحيحة. بسبب تلك القصة أصبح سالم يغسل أسنانه مثل هذا البطل الذكي. الشريحة التالية بتقول لماذا شعر سالم بألم في فمه؟
طبعا الإجابة في القطعة، تعالوا ندور عليها. بنشوف إيه؟ سالم لا يغسل أسنانه أهي. سالم هنقول بقى لأن في لماذا؟ هنقول لأنه أو لأن أحسن. لأن سالم لا يغسل أسنانه. يبقى زي ما اتفقت معاكم يا أبطال، الإجابة موجودة في القطعة، ولكن احذر الكسل. محدش يعمل لي خط على الإجابة ويسيبها، أوعى تعمل كده. ولكن ما عليك إلا أن تكتب الإجابة في مكانها. ينظف الأسنان، يرتب المكان، طعامه صحي وجسمه قوي، البطل الصغير حياته سعيدة. يلا هات من الأبيات كلمة مضادها حزينة، لسه قايلينها حزينة، مضادها سعيدة، والمضاد هو العكس، عكس المعنى. طيب التالي بيقول هات من الأبيات كلمة جمعها أجسام. كلمة جمعها أجسام هي تكون جسم. تعالوا ندور عليها كده. السطر الأول أو البيت الأول مفيش عندنا هنا كلمة جسمه. من عندي كلمة جسم أو جسمه اللي موجودة في القطعة. اللي بعدها أكمل. النظافة والرياضة والأطعمة الصحية تجعل الجسم إيه؟ تعال ندور كده أهو. تعال جعل الجسم قويا، هو قال أهو وجسمه قوي، يبقى تجعل الجسم قويا. تجعل الجسم قويا. التالي استخرج من الأبيات اللي قدامك دي كلمات تنتهي بالحرف نفسه لكل مما يلي. يبقى هو عايز نجيب نفس المقاطع الصوتية أو نفس المقطع الصوتي للكلمات اللي هيجيبها. أول كلمة حياته. تعالوا ندور. ينظف الأسنان، يرتب المكان، طعامه صحي وجسمه. لو قلنا جسمه وقلنا حياته يبقى هنا عندنا حياته هنقول جسمه. طيب الأسنان، تعالوا نشوف. ينظف الأسنان موجودة، يرتب المكان. على فكرة الموضوع بسيط جدا يا أبطال، اوعى تخاف من الكلام ده موضوع جميل جدا كأنك بتغني أغنية. طيب قوي، أمال إيه؟ قال ينظف الأسنان، يرتب المكان، طعامه صحي وجسمه قوي. يبقى قوي عندي صحي، يبقى أنا عندي صحي وقوي، عندي المكان والأسنان، وعندي حياته وجسمه. حياته وجسمه. زي ما احنا شايفين الموضوع بسيط جدا، كل ما عليك انك تقرا الكلمه صح. والان مع سؤالنا التالي. السؤال بيقول ايه؟ اقرا الفقره الاتيه ثم اجب. يلا بينا نقرا مع بعض. بتقول ايه؟ ذلك اخي يلعب خلف السور البعيد. طبعا ذلك دي اشاره، اسم اشاره البعيد. وهؤلاء قريبين اهو. وهؤلاء اصدقائي. نحن الان في الحديقه امام الارجوحه، وقد جئنا ظهرا وسنعود الى المنزل مساء. استخرج من الفقره. يلا عايزين نطلع ايه؟ واحد، اسما يدل على مفرد. عندنا كلمه اخي يدل على مفرد، اخي ده واحد بس. اتنين، ظرف مكان، عندي كلمه خلف. لو قلنا اين يلعب اخي هتقول لي خلف السور، يبقى عندي كلمه خلف. طيب اسم اشاره للقريب هندور عليه. اسم اشاره للقريب عندنا ذلك، عندنا هؤلاء، عندنا مفيش غير كلمة هؤلاء. هؤلاء اسم إشارة للقريب. زي ما قلنا الأصدقاء قريبين مني فقلت هؤلاء. كان أخوه بيلعب بعيد عند السور قال ذلك أخي. عايز ظرف زمان، عندي هنا وقد جئنا ظهرا، وهنا اسم إشارة البعيد قال لي ذلك. والآن نأتي مع الشريحة التالية. بيقول إيه في السؤال التالي؟ سل كل كلمة بما يناسبها. أنا عندي هنا لام شمسية وعندي هنا لام قمرية، وخلاص إحنا عرفنا إزاي نفرق بينهم. يلا بينا يا أبطال نجرب. البكور، البكور قمرية. السرور أحسنتم شمسية. ممكن نختار لون تاني، مش لازم نختار لون تاني، الشمسية مثلا أحمر، يبقى السرور شمسية. التعب شمسية. الضرورية شمسية. النعاس شمسية. طب تعالوا بقى نختار اللام القمرية. اللام القمرية عاملة ازاي يا أبطال؟ عندنا العناء قمرية، المكان قمرية، الفزع قمرية.
يبقى اللي متوصل بالازرق ده لام القمريه، واللي بيتوصل بالاحمر لام شمسيه. يلا بينا ابطال سؤالنا التالي، وهيكون التقييم الثالث معانا النهارده في مراجعه نوفمبر. اكتب بطاقه تعريفيه لصديقتنا نوران. يلا بينا. انا نوران، عمري 9 سنوات، اسكن في مدينه الشروق، أحب السباحة والرسم. موضوع بسيط، الاسم والسن والهواية ومكان الإقامة. سؤالنا التالي بيقول: اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب. إن الغذاء الصحي هو أو هي الأطعمة التي تزود الجسم بالطاقة وبالعناصر الغذائية اللازمة للمحافظة على الجسم والحماية من الأمراض. ومن هذه العناصر البروتينات والنشويات والدهون، كما أن ممارسة الرياضة مفيدة لصحة الإنسان. هات من الفقرة كلمة معناها المفيد للصحة. المفيد للصحة نجيبها من القطعة. عندنا كلمة الصحي، كلمة الصحي المفيد للصحة. 2 كلمة مفردها البروتين. كلمة مفردها البروتين يبقى هي بروتينات موجودة عندي في الفقرة اهي. فين؟ اهي البروتينات. سؤالنا التالي: هات من الفقرة كلمة جمعها الأجسام. طبعا هي الجسم، بس هو عايزها من الفقرة، محدش جاي يتسرع ويكتبها، برضه دور عليها وتأكد، وهي الجسم. أكمل. الغذاء الصحي يحافظ على الجسم، يحافظ على الجسم ويحميه من ايه؟ يحميه من الأمراض. ويحميه من الأمراض. ممارسة الرياضة مفيدة لإيه؟ مفيدة للجسم ولصحة الإنسان، مفيدة لصحة الإنسان. وزمان كانوا بيقولوا دايما العقل السليم في الجسم السليم. ماذا يفعل الإنسان ليكون بصحة جيدة؟ ماذا يفعل الإنسان ليكون بصحة جيدة؟ يجب عليه ممارسة الرياضة اللي موجودة هنا اهو. يجب عليه ممارسة الرياضة. حلل الكلمات إلى مقاطع صوتية. برضه احنا قلنا المقاطع، الحرف المتحرك مقطع لوحده، لو حرف ساكن مع اللي قبله، لو حرف مد مع اللي قبله الممدود، ولو حرف مشدد بنفك الحرفين والأول منهم بيكون ساكن، وزي ما احنا عارفين بيكون مع اللي قبله. يلا بينا. الأطعمة. ركز معايا. الطاقة دي لام شمسية ولا قمرية يا أبطال؟ هتقول لي لام شمسية. لام الشمسية أنا عندي شدة بعد اللام. الشدة عبارة عن حرفين، الأول ساكن مع اللي قبله الألف واللام، فدي الوحيدة يا أبطال اللي بيكون فيها الألف واللام معاهم حرف تالت، يعني 3 حروف مع بعض أهو. وبعدين هنا مد ممدود، الطاء كده الطاقة. عشان لما تيجي تحلل وتلاقي وصل معاك 3 حروف تكون عارف ان دي في حالة اللام الشمسية، ما تنساش. طيب بينا الشريحة التالية. العناصر. العناصر. الإنسان. تعالوا يلا. مد ممدود نو. الإنسان. جميل.
تعالوا بقى من نشيد بيقول: البطل الصغير عاداته مفيدة، يقوم في البكور للورد والزهور، ينظف الأسنان، يرتب المكان. أنا عايز كلمة من القطعة معناها أول النهار. أول النهار كلمة البكور، والبكور أن تستيقظ مبكرا. كلمة مضادها مضرة. إيه الشيء المضر عكسه إيه؟ عكسه شيء نافع. طب موجودة فين؟ أو عندنا كلمة مفيدة، هي نفس المعنى. يبقى مضرة مفيدة، لأن مفيدة أي نافعة، مفيدة معناها نافعة. تتحدث الأبيات عن العادات الصحية. إجابة صحيحة طبعا. بتتكلم عن العادات الصحية: ينظف الأسنان، يرتب المكان، عادته مفيدة. كل الكلام عن العادات الصحية. السؤال التالي بيقول: كلمة البكور وكلمة السرور تنتهيان بالصوت نفسه. البكور، السرور، آخر الصوت هو واحد. دي إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. ما عادات الطفل الصغير التي تتحدث عنها الأبيات؟ تعالوا نشوف. أول حاجة الاستيقاظ مبكرا، 1. 2، عندنا هنا ينظف الأسنان، ينظف أسنانه. 3، يرتب المكان. يبقى أنا عندي عادات جميلة قوي: يستيقظ مبكرا، يغسل أسنانه، ويرتب مكانه. ودي عادات جميلة جدا، ويتحدث عنها هذا النشيد عن هذا الطفل البطل. والآن نبدأ مع السؤال التالي. بيقول: ضع كل ظرف في مكانه المناسب ثم أجب عن الأسئلة التالية. ركز معايا. في عندي هنا كلمة ليلا، كلمة فوق، كلمة صيفا، وفجرا، وخلف. تعالوا ما نشوف هنكتب إيه. عندنا: يحب أخي الرسم كثيرا. اليوم طلب منه المعلم أن يرسم مجموعة من اللوحات. طب تعالوا نشوف اللوحات دي إيه. فرسم طفلا يصعد نقط السلم. يصعد ده مكان. يصعد إيه؟ ليلا ولا فوق ولا صيفا؟ يصعد فوق السلم. وثعلبا يقف نقط الشجرة. يقف خلف الشجرة. وديكا يصيح. طبعا الديك معروف انه يصيح في الفجر، فجرا. ورسم ايضا اسرة ذاهبة الى البحر او للبحر. امتى؟ اكيد طبعا صيفا. يذهب الناس الى البحر صيفا. وتستمتع برؤية السماء. اكيد ليلا. والقمر منيرا. ده أول جزء من السؤال. السؤال بقيته بيقول إيه؟ استخرج من الفقرة. أطلع إيه بقى؟ عايز اسم مفرد. عندي كلمة أخي، أول اسم عندي كلمة أخي. اسم جمع. عندي كلمة اللوحات. اللوحات. كلمة تنتهي بتاء مربوطة. عندي كلمة مجموعة. عندي كلمات كتير، دي اللي ايه أول كلمة لقيتها، مجموعة. وكلمة بيها تنوين وتبين لي نوعه. عندي كلمة ثعلبا، ونوعه تنوين فتح. تمام يا أبطال؟ سؤالنا التالي بيقول: ضع كل كلمة في جملة مستخدما اسمي الإشارة ذلك وتلك. أنا عندي هنا 4 كلمات، كل كلمة هستخدمهم في ذلك وتلك، يعني للقريب وللبعيد. تمام كده يا أبطال؟ للقريب عفوا للقريب، ولكن للمذكر والمؤنث. طيب هنقول مثلا عندي كلمة شجرة، هنقول تلك شجرة مثمرة.
مثمرة يا أبطال أي تأتي بالثمر، يعني فيها الفاكهة بتاعتها يعني، أو اللي ما تطرحه الشجرة. طيب هنقول قمر، هنقول ذلك، نبدأ بغير اللون، هنقول ذلك قمر منير. طيب ديك، هنقول ذلك ديك فصيح. طيب أسرة، مؤنثة الأسرة، يبقى هنقول تلك أسرة سعيدة. يبقى زي ما قلنا 4 جمل اهم. تلك أسرة سعيدة مؤنثة، تلك شجرة مؤنثة البعيد، في عندي هنا ذلك قمر، هذا قمر، ذلك ديك لأن هذا ديك. وسؤالنا التالي بيقول صنف الكلمات الآتية في الجدول. صنف الكلمات الآتية في الجدول. عندي جدول قدامك عامل لك لام شمسية وعندك لام قمرية، وعايزك تحط كل جدول أو كل كلمة في مكانها. طيب هنبدأ. احنا طبعا اتفقنا اتفاق، هنلاقي الشدة هنعرف ان دي على طول شمسية، يعني عندي الشمس حتى جاي مع كلمة شمسية، هنقول الشمس في شدة اهي. عندي كلمة الأب مفيش شدة، اللام وضحت، يبقى دي قمرية. الأب. المروحة قمرية. الصقر شدة. الزيت شدة. الكأس قمرية. وكده يا أبطال نكون بفضل الله تعالى انتهينا من مراجعة شهر نوفمبر. أتمنى نكون استفدنا من مراجعتنا النهاردة، وأتمنى منكم أنكم تراجعوا كويس قبل الاختبار حتى تحصلوا على الدرجات العالية، مع دوام التفوق والتوفيق لكم. وإلى اللقاء في دروس جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.